اوعى تكمل مشوار الحياة لوحدك، اوعى تنعزل، اوعى تعيش الدنيا دي من غير صديق، من غير شريك حياة، من غير ونيس. مال تفضفض لمين؟ مال تحكي لمين؟ ما تنعزلش ابدا. حتى لو حصل فقد في حياتك لازم يفضل في حد قريب منك. اوعى تعيش لوحدك. خدت الفكرة دي ورحت على النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشفت ان النبي عمره ما عاش لوحده، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، ومن صغره اتنقل بين 4 بيوت، من بيت امه لبيت جده لبيت عمه، معاش طفوله في مكان واحد، لكن عمره ما انعزل وعمره ما عاش لوحده. دايما فيه الصديق، دايما فيه الشريك، دايما فيه القريب. له اتباع بعشرات الالاف ومئات الالاف الصحابه، لكن دايما فيه الصديق المقرب، دايما في والمرأة دورها كبير جدا في حياته في القرب. اوعى تعيش لوحدك.